حطم أبنائك بالحماية المفرطة. أنا شخصية قلوقة جدا، بقلق على الناس اللي بحبها، لكن جوزي بيقولي انتي السبب في خراب شخصية بنتي، فلو سمحتي قوليلي ايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما خايف على بنتي واحميها من الخطر او انها تتعرض لأي مشكلة مهما كانت صغيرة؟ هو مش ده دوري كأم اصلا؟ هو ازاي يعني اشوف بنتي هتقع في مشكلة وانا اقدر اساعدها وما ساعدهاش؟ وليه جوزي بيتخانق معايا على الموضوع ده؟ القلق ده فيا من وانا صغيرة، كنت بقلق جدا على مامتي وبابايا، ولما اتجوزت بقيت بقلق جدا على جوزي وولادي وبخاف عليهم من الهوى. الموضوع ده مسبب لي مشكلة مع بنتي، بلحقها في كل حتة، بتصل بيها كتير جدا وده بيضايقها بالذات لما تكون مع اصحابها. مثلا مرة كانت خارجة وموبايلها قطع شحن، ورغم اننا كنا الصبح لكن دمي فار لما اتصلت بيها 500 مرة والموبايل يديني غير متاح. نزلت اجري في الشارع زي المجنونة وكلمت ابوها وهو في الشغل وخليته يسيب شغله وينزل يلف معايا على المستشفيات والاقسام لحد ما رجعت متأخرة عن ميعادها نص ساعة، وقالت لي ان كان في حادثة في الشارع وتليفونها قطع شحن عشان كده كان بيديني غير متاح. من ساعتها وانا مش بخليها تخرج لوحدها خالص، وده مضايقها ومعصبها مني. وقلقي الزايد عليها ده مش بس في الخروج، بقلق عليها لا تسقط ولا درجاتها تنقص، لدرجة اننا مرة من كام يوم كان عندها بحث المفروض تسلمه للمدرسة وما كانتش مخلصاه. هي عارفة عنه من اسبوعين وكل حاجة، بس المهم انها ضيعت وقت فما خلصتش. سهرت انا ليلة التسليم اعمله لها وهي نايمة وحطته لها في شنطتها. ما انا ما اقدرش استحمل انها تروح المدرسة مش عاملاه ومدرسة تزعق لها ولا تعاقبها ولا درجاتها تنقص فتحس اني مقصرة في حقها. جوزي بيقول لي ان ده غلط وانها لازم تتحمل مسؤولية نفسها، ولو قصرت تستحمل العواقب عشان تتعلم وما تكررش خطأها تاني. بس انا مش موافقة، انا شايفة ان طالما اقدر احميها يبقى احميها من اي مشكلة ممكن تقع فيها، بالذات ان البنت بقت تخاف وتترعب لما تحس انها هتقع في مشكلة، فده بيحط عليا ضغط اكبر اني اساعدها عشان ما تتعرضش لمشاكل خالص. هو انا فعلا بحميها بزيادة زي ما جوزي بيقولي؟ وهل دي حاجة كويسة ولا هتخليها تعاني لما تكبر او تتعرض لحاجة انا ما اقدرش اساعدها فيها؟ ليه بعض الأهالي بيميلوا للحماية المفرطة في التعامل مع أولادهم، يعيشوهم في بابل كده، حصن ما يتعرضوش فيه لأي مشكلة؟ تعالوا نتفق إن الخوف على أولادنا دي غريزة طبيعية وحاجة محمودة في الأهل. طبعا طبيعي إن يبقى خايفة على أولادي وبحاول أحميهم ما يتعرضوش لمشاكل، لكن كلامي هنا عن الحماية المفرطة، الخوف المبالغ فيه في حماية الولاد من الوقوع في أي مشكلة مهما كانت صغيرة وحتى لو سببها تقصيرهم هم شخصيا. بعض الأهالي بيميلوا للحماية المفرطة ل3 أسباب. أول سبب القدرة. بعض الأهالي بالذات اللي مستواهم المادي عالي أو عندهم سلطة أو نفوذ كبير بيحسوا إن فلوسهم وسلطتهم دي لازم تخليهم يحموا ولادهم من الوقوع في أي مشكلة، وبيتعاملوا معاهم بمبدأ واي نوت، ليه لأ؟ طالما اقدر احمي ابني يبقى احميه حتى لو في حاجة هتضره هو شخصيا. فعشان كده بنسمع عن حوادث من نوعية ان ولد مستهتر يمشي بالعربية بسرعة فيخبط ناس في الشارع، فيجي ابوه يدفع لهم فلوس كتيرة قوي والولد ما يجرالوش حاجة خالص، عادي يعني طالما اقدر احل الموضوع يبقى هحله ببساطة. وتاني سبب عدم الرغبة. بعض الاهالي بيفكروا بطريقة انا مش عايز ولادي يعانوا ولا يتعرضوا لمشكلة، عشان افتراض خاطئ ان انا كده بحميهم وبقويهم واني بحافظ على صحتهم النفسية من المشاكل مثلا. وتالت حاجة التقدير السلبي لقدرات الابناء. يعني ممكن ابقى مش عايزة ابني يتحمل اي مسؤولية او يتعرض لاي مشكلة ظنا مني انه مش هيعرف يتصرف وهينهار لو انا ما اتدخلتش وساعدته، فتلاقي جمل من نوعية ما هو ابني حبيبي حساس مش هيستحمل يحس بمشكلة. ايه هي التبعات السلبية للحماية المفرطة في التربية؟ 3 تبعات في منتهى الخطورة. اول حاجة الهشاشة النفسية اللي هي عكس الصلابة النفسية. يعني ايه؟ يعني ولادي ما بيبقوش اقوياء نفسيا كفاية انهم لما يتعرضوا لمشاكل يفضلوا واقفين على رجليهم ما ينهاروش ويعرفوا يتصرفوا كويس، انهم لما يواجهوا حاجة صعبة يحاولوا يشتغلوا عشان يتغلبوا عليها. ممكن قدام اي تعثر يتوتروا بزيادة وينهاروا وما يبقوش عارفين يتلموا على نفسهم كده عشان يتصرفوا صح. ما هو عندهم حق، هيتصرفوا صح ازاي اذا كانوا وهم مراهقين ما تدربوش على فكرة انهم يتعرضوا لمشاكل وازاي هم بنفسهم يقدروا يخرجوا منها. تاني حاجة
توريث الخوف المبالغ فيه، أو اللي ممكن نسميه استنساخ مشاعر الخوف المبالغ فيه. لما ربي ولادي اني خايفة عليهم قوي 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 من كل حاجة، هم كمان ممكن يبقوا بيخافوا جدا من كل حاجة، وده شعور مش حلو ومش سوي اني اورثه لولادي انهم يبقوا بيخافوا من حاجات ما تخوفش اصلا، فيفقدوا متعة تجارب حاجات جديدة مش لأي سبب غير انهم بيخافوا، مش شجعان كفاية. وتالت حاجة فتح الأبواب الخلفية. بعض ولادنا وبناتنا لما بيبدأوا يدخلوا في مرحلة المراهقة بيبقى نفسهم يجربوا حاجات جديدة، حاجات جريئة، فلو أنا كأم مش مدية مساحة الجرأة والشجاعة دي وبخوفهم من كل حاجة بشكل مبالغ فيه، في احتمال إنهم يدوروا على أبواب خلفية إنهم يدخلوا في التجارب دي من ورايا، وده ممكن يؤدي لنتائج زي التحايل والكذب، وإن علاقتي بولادي تسوء. طب ايه الحل؟ ازاي ما حطمش ولادي في الموضوع ده، وازاي ابني معاهم علاقة ايجابية ما بقاش خايفة عليهم او بحميهم حماية مفرطة؟ هقول لحضرتك 3 حاجات. اول حاجة، خليكي واعية. لازم يبقى عندنا الفهم والادراك والاستيعاب ان هيحصل مشاكل وهيكون في اخطاء. ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب ويحميهم من كل شر، بس هي دي الحياة، وارد يتعرضوا لمشكلة أو نوع من أنواع الخطر، فأنا لازم أستسلم للفكرة دي واستوعبها كويس قوي عشان ما بقاش خايفة ومرعوبة من كل حاجة صغيرة وكبيرة. تاني نصيحة، طبقي معايير الأمان. اتفقي معاهم على معايير وطبقوها. يعني مثلا بدل ما تبقي خايفة على ابنك طول الوقت من خروجه لوحده، يا ستي وصليه واتفقي معاه على ميعاد ترجعي تاخديه فيه. اتفقي معاه يا حبيبي لما اكلمك لو سمحت ترد عليا، او بالكتير ترجع تكلمني في خلال 10 دقايق ربع ساعة، بس انتي من الناحية التانية ما تقعديش تكلميه كل 5 دقايق، هي مرة او مرتين في الخروجة بالكتير وخلاص. فتبقي عملتي التوازن اللي يطمنك من ناحية وما يخنقهوش من الناحية التانية. تتفقي مع بنتك مثلا انها لازم تكون شحنة الموبايل بتاعها كويس جدا قبل ما تخرج، وتبقي متأكدة انها حافظة رقمك ورقم باباها مثلا، عشان لو موبايلها وقع، ضاع، اتسرق، باظ، قطع شحن مثلا وهي بره، يبقى في طريقه تعرف توصلكم بيها وتطمنكم عليها. طبقي الموضوع ده على كل حاجه، يبقى في معايير امان وكلكم تلتزموا بيها. واخر حاجه، لو انت مش متاكده وعايزه تعرفي انت اصلا بتتبعي اسلوب الحمايه المفرطه ده مع اولادك ولا لا، استشيري المقربين الثقات، حد يكون عارفك وبيحبك، اختك مثلا ولا مامتك ولا حد من اصحابك، حد يبقى عارف شخصيتك وبيحبك وهمه مصلحتك ومصلحة ولادك، حد تكوني واثقة ان كلامه عاقل وموزون وملوش مصلحة. ساعتها هيديكي مؤشر هل انتي خايفة الخوف الطبيعي على ولادك وكملي انتي كده صح مفيش اي مشكلة، ولا خايفة على ولادك بزيادة وبتتبعي معاهم اسلوب الحماية المفرطة. وربنا يعلمنا كل حاجة حلوة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.